السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا رب. انا صابه لاباس الحمد لله، وانتم ان شاء الله كامل تكونوا بصحه جيده يا رب. اليوم جبت لكم وصفه البركوكس ولا العيش المعروف في الجزائر، بالاخص في المنطقه القبائليه. بزاف نحبوه. يدفي تاع الصح الكرش، حاجه حاميه ندفوا بها كريشتنا في هذا البرد والشتاء. يلا تابعوا معايا الوصفه. في طنجرة ولا كوكوط ولا طاجين، درت انايا حبة تاع بصل كنت ربيتها. خلوها تقلب شوية تاع الزيت، ما تكثروش بزاف ليدان بزاف البنات الزيت باش نهار اللي يطيب كي يطيب ما يصفيناش الزيت من الفوق، ما يجيش ميذم. وهنايا عندي شويه صدر تاع الدجاج، انا درت صدر تاع الدجاج ومن بعد كي يطيب نفتتو. وانتم واش عندكم عظام ولا لحم ولا دجاج ولا جناح ولا راح يبننوا معاكم. درت شويه تاع الملح، ما حبيتش نكثر الملح باسكو اني حندير الجامبو. بعد ما تقللي هذاك البصل شويه وذاب، نزيد ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، نخلوها تقلى في هذاك البصل والزيت باش تروح لنا كامل الحموضيه تاعها. نزيدو هنايا شويه تاع حميصه باش داك البصل ما يتحرقليش. صافي كنحط الحميصه رايحه تقللي في غرها. بعد ما تقللي، شوفوا البنات كيفاش هي تقلى، خليتها تتحمس مليح. زدت عليها 2 حبات طوماطيش، ربيتهم كما راكم تشوفوا، ونخليهم يتقلاو شويه مع هذيك الطوماطيش والبصل والدجاج. شوفوا لهنا بعد ما تقلى لي البنات كيف ولا القوام تاعو ولا خاثر، يعني راحت كامل الحموضيه تاع الطوماطيش. نزيدو هنايا لي زيبيس، عندي فلفل كحل، عندي ملعقه صغيره تاع فلفل كحل، ملعقه صغيره تاع قزبر مرحي، وملعقه متوسطه يعني كبيره تاع فلفل الاحمر الحلو، وشويه تاع الحار مرحي، ما كثرت بزاف. ونزيد هنايا وحده جامبو، انا استعملت هذا الجامبو تاع الدجاج، تقدروا تستغنوا عليه طبعا. وفي الخضره البنات انا درت غير زروديه، في الدار نحبوا غير زروديه، ما نحبوش كاين اللي يديروا البطاطا كورجيت. ديروا نتوما واش تاكلوا في الدار، حنا ناكلوا غير زروديه معها فقط والحميصه. نقليهم كامل كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش خليتها واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه وهي تقلى مليح. شوفوا كيفاش ولا القوام تاعها، قولوا اي قريب الطيب، خلاص ما بقالاش هو الطيب. نجو هنايا نمرقوا، اني هنايا مرقت، ديروا الماء السخون. بعد ما مرقت لها البنات نخلي لاكوكو تاعي حتى تولي تغلي، حتى يبدا يخرجوا هذوك الفقاعات بنابل مليح كيما راكم تشوفوا. ونزيد البركوكس انا استعملت هذا الكاس وانتم استعملوا كيله اللي تحبوا بها. انا استعملت هذه الكيله وانتم استعملوا كيله اللي تحبوها. هذا الكاس راح يكفيني وراح يتنفخ كما راكم تشوفوا. ونغرقوا لاكوكو تاعنا. نخليها 15 دقيقه ونفتحها عليها به ما يتعجليش الداخل ولا يسقلي في الكوكوطه. وهنايا في طبق التقديم جاء ما شاء الله. حنايا نحبوه هكذا خاطر البنات نحبوه عاقد شويه، ما نحبوهش شورورو. وهنايا زدت له قرن تاع الحار. شوفوا ما تعجن معايا ما والو، جا بنين يشهي محرحر يوالم في هذا الشتاء والبرد. جربوه البنات بهذه الطريقه راح يعجبكم على بالي بزاف. وما تنساوش ديروا لي ابوني اذا ما اشتركتوش معايا، وجام وفعلوا الجرس، ونتلاقاو في فيديو اخر. في امان الله.